قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تخيلي معايا لو أنا اديتك 1000 جنيه وقلت لك قدامك فرصة محدودة، سنوات قليلة معدودة، لازم تشتغل بال1000 جنيه دي وتجيب 8 قصر على النيل. يبقى انت ما عندكش وقت تاكل، ما عندكش وقت تنام، يا دوبك محتاج شغل قد ايه وجهد قد ايه ووصل لليل بالنهار قد ايه عشان تجيب الثمن المطلوب في السنوات القليلة ويا رب تلحق. اهو ده حالنا بالظبط يا جماعة. احنا ربنا ادانا عمرنا بسيط جدا، سنوات قليلة جدا، ومطلوب مننا ان احنا مش نحصل فيها 8 قصر على النيل، ده 8 قصور على انهار الجنة مطلوب فيها نحصل 8 الجنة. يبقى عايزين جهد قد ايه وشغل قد ايه ووصل لليل بالنهار قد ايه ويا رب نلحق، يا رب نلحق. يا جماعة انا عايز اقول لكم احنا محتاجين نشتغل قد ايه عشان نلحق نوصل لربنا سبحانه وتعالى. الاحساس ده احساس ان مفيش وقت، احساس ان مفيش عمر. لما جه في قلب الصحابي ربنا قال عليه واما من جاءك يسعى، جاي جري، حس ان مفيش وقت. الاحساس ده لما جه في قلب الانبياء ربنا قال عليهم انا اخلصناهم. يعني ايه؟ بقوا خالصين للعمل للاخره، ما بيفكروش في حاجه غيرها، ما بيجتهدوش لحاجه غيرها، ما بيشتغلوش لحاجه غيرها. درس النهارده يا جماعه، درس الليله، عايزين نعرف مين ربنا، مين ربنا اللي احنا بنعبده. عايزين نعرفه عشان نشتاق ان احنا نوصل له، عشان نشتاق ان احنا نشتغل، عشان نشتاق ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا قدرنا العربيات والموبايلات والعمارات، قدرنا الدنيا حق قدرها، بس ما قدرناش ربنا حق قدره. ما قدرنا الله حق قدره. لما حصل لنا ابتلاء جرينا على كل سبب وكل مخلوق ونسينا ربنا، ما وقفناش على بابه. ما قدرنا الله حق قدره في كل لحظه عصينا فيها ربنا. ما قدرنا الله حق قدره يا اخوانا. اللي كان ربا، اللي نظر حرام، اللي سمع حرام، ما قدرش ربنا حق قدره. ما قدرنا الله سبحانه وتعالى الملك الجليل حق قدره لما رحنا له لما كنا محتاجين، واول ما فرج كربنا سبناه. ما قدرنا الله حق قدره لما استهترنا في علاقتنا بالملك الجليل. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، احنا لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العربيات مش مشكله، لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العمارات مش خساره، ولكن لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر الله هتبقى خسارة لا تعوض ابدا في حياتنا كلها. عايزين نعرف مين ربنا. اللي بيكبر في الصلاة بيقول الله اكبر وهو قلبه لسه في السوق، اللي بتكبر في الصلاة وقلبها لسه مع مذكرة الدراسة اللي على المكتب بتاعها، اللي بيكبر في الصلاة ولسه قلبه مع اللي شافها وهو داخل من باب الجامع، اللي بيكبر في الصلاة وربنا مش اكبر شيء في قلبه. لازم نوصل لدرجة من معرفة ربنا ان احنا نسمع بقلوبنا قطيط السماوات وهي بتقط من كتر عبادة الملائكة فوقها. لازم نوصل بقلوبنا من احساسنا بجلال الملك ان احنا نسمع بودنا كل شيء حوالينا بيسبح الملك الجليل. لازم نوصل من معرفتنا لله واحساسنا بعظمة ربنا ان احنا سامعين حملة العرش والملأ الاعلى بيطوفوا حوالين العرش وبيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة لما الاحساس بعظمة ربنا، اخطر احساس في الدنيا، اخطر شيء في الوجود، الاحساس بعظمة ربنا ده اخطر مشاعر هتعيشها في حياتك وانت بتسمع عن ربنا، اعظم مشاعر في الوجود وانت بتتدبر في مخلوقات ربنا. لما الاحساس بعظمه ربنا جه في قلب جبريل اللي في يوم من الايام شال بجناح من جناحته 7 قرى ورفعهم للسماء وهبدهم، لما الاحساس ده جه في قلبه بقى زي الحلس البالي، يعني حته قماشه متقطعه ومرميه على الارض. لما الاحساس بعظمه ربنا جه في قلب الحجر والصخر، جبل الطور، الجبل الاصم
الجلاميد بتاعت الجبل، بقى التراب اتنسف، الجبل اتهدم، الجبل بقى ذرات تراب في لحظات لما جه في قلبه الاحساس بعظمه ربنا. الجبل اللي مثبت الارض من ثقله وثباته، لما انت يجي في قلبك الاحساس بعظمه ربنا هتعمل ايه؟ لما انت تحس بعظمه الملك الجليل، من هو الله؟ مين هو ربنا؟ مين هو اللي انت بتسجدي له؟ مين هو اللي انت ساعه ولا ساعتين وتقف بين ايديه في الثلث الاخير تناجيه؟ مين هو اللي ساعه الفجر هتظبط المنبه وتصحى وتسيب الدنيا كلها وتنزل تصلي له في الجامع؟ مين اللي بتصوم له؟ مين يا جماعه؟ مين مولانا الجليل؟ عايزين نعرف عظمه ربنا سبحانه وتعالى. هم قعدوا يسمعونا عن الممثلين والممثلات لغايه ما حبناهم، وكلمونا عن الدنيا من واحنا عندنا 3 سنين في المدرسه وفي التلفزيون وفي البيت لحد ما الدنيا بقت على عرش قلوبنا وحبناها. احنا عايزين نسمع عن ربنا عشان نحب ربنا، عشان نحب مولانا الجليل سبحانه وتعالى. بس خدوا بالكم، احنا ممكن نسمع عن ربنا الوقت ساعه، انما الصحابه اتغيرت حياتهم لان النبي فضل يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى 23 سنه. على قد ما هنسمع عن ربنا على قد ما هنعرف هو مين، وعلى قد ما هنقبل اليه، وعلى قد ما هنشتاق ان احنا نوصل له، وعلى قد ما هيبقى اغلى حاجه في حياتنا ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. لهونا لعمر الله، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. يا رب اعف عنا، يا رب ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. يا جماعة رسول الله، احنا مهما اتكلمنا عن عظمة ربنا عمرنا ما هنعرف ربنا عظيم قد ايه ابدا، والله العظيم. انت في الدنيا بتحط ايدك، ممكن مريض سرطان تحط ايدك ترقيه، انت ما شفتش قدرة ربنا على شفائه في ثانية. هتشوف في الاخرة، هتشوف مذهلات قدرة ربنا في الاخرة، وفي الدنيا موجودة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عطر اذان الكون كله بالثناء على الله، اللي ملا كل حتة في الارض بالثناء على الله. رسول الله اللي كان يقف بين ايدين ربنا يقول له اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، انت ملك السماوات والارض ومن فيهن. رسول الله اللي اثنى على الله طول حياته، في الاخر قال له ما اقدرش يا رب، قال له خلاص يا رب انا جبت اخري وما عادش في كلام اعبر به عن عظمتك، لا احصي ثناء عليك. اثني على ايه ولا ايه ولا ايه، اقول ايه ولا ايه ولا ايه، ما اقدرش يا رب، خلاص انا عجزت ان انا اقول كلام يكافئ مقامك وجلالك وعظمتك يا رب. لا احصي ثناء عليك، خلاص يا رب انا جبت اخري وما عادش عندي حاجه اقولها، ولكن انت اعظم من كل اللي قلته يا رب، يا ملك يا جليل. يا جماعه احنا عايزين نعرف مين هو ربنا، مين هو مولانا الجليل العظيم سبحانه وتعالى. العظمه دي كلها، ولما انت في الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، حمدتني امتي. يعني واحد عنده عبد، العبد قال له شكرا لما ادى للعبد اي حاجه، فلما قرايبه كلهم قال لهم ده بيقول لي شكرا، قال لها ده عبد. طب وانت محتفل بكلمه شكرا؟ شوفي بيحبك قد ايه، شوف بيحبك قد ايه. اعصاك تسترني، انساك تذكرني، فكيف انساك يا من لست تنساني. احد الصالحين عبد ربنا 40 سنة وبعد كده انتكس وساب العبادة 40 سنة، وجه يرجع في اخر عمره، فبيقول له هل لي من توبة يا رب؟ سمع هاتف بيهتف بيه، عبدتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك، وان عدت الينا قبلناك. شايفين الملك الجليل؟ عايزين نسمع عن عظمة ربنا لغاية ما حياتنا تتغير، لغاية ما قلوبنا ترتجف، لغاية ما قلوبنا تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى. يا جماعة انتوا متخيلين احنا بنسجد لربنا الوقت واحنا مش شايفينه؟ انتوا متخيلين يوم ما هنشوفه يوم القيامة المؤمنين وهم النار قدامهم والصراط على شفير جهنم منصوب والجنة بعد الصراط، اول ما يشوفوا ربنا في الموقف ده بعد مرور حوالي 45,000 سنة من ارض المحشر، بعد مرور عشرات الوف السنين في ارض المحشر، اول ما يشوفوا ربنا ينسوا كل ده، ينسوا الجنة وينسوا النار وينسوا الصراط ويخروا ساجدين في ارض المحشر. اول مرة هتسجد له وانت شايفه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مرة هيشوف ربنا بيقول فاسجد جمعة
يسجد اسبوع كامل من اول مره يشوف مولاه سبحانه وتعالى، اول مره يسجد له هو شايفه عليه الصلاه والسلام. عايزين يا اخوانا نعرف مين ربنا، ايه عظمه ربنا، نسمع عن ربنا لغايه ما حياتنا كلها تتغير، لغايه عظمه كل حاجه في ربنا، عظمه غناه. كنت واقف مع واحد صاحبي فبيقول لي ده الشقه دي اللي في البرج ده بقى ثمنها 4 مليون جنيه. قلت ياه على غناك يا رب، 4 مليون جنيه. امال ربنا يملك ايه بقى اذا كان دي شقه في برج وده برج في ناصيه ودي ناصيه متفرعه من شارع فيه كام حاره، وده شارع في مدينه ودي مدينه في دوله ودي دوله في قاره ودي قاره في الارض والارض ايه يا جماعه. ربنا غني قد ايه. لو خزاين ربنا اتفتحت لنا هنشوف ايه. ده انت لو اتفتح لك خزاين مثلا بيل جيتس اغنى واحد في العالم وبصيت للعقارات اللي فيها والسندات الملكيه اللي فيها والاموال اللي فيها قدام الفئه تذهل. امال خزاين الملك الجليل فيها ايه؟ هتشوف ايه؟ هتشوف فيها كل اللي نفسك فيه، كل اللي بتحلم بيه، كل اللي بتتمناه، قلوب كل اللي انت نفسك ان هم يحبوك. هتشوف فيها مذهلات لو اتفتح لك خزاين الملك سبحانه وتعالى. عظمه غنى الله، عظمه قدره الله. ربنا بكلمه